السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة وعافية. صبحتكم انوار النبي. صلوا على الحبيب مصطفى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. نحضروا شوية حلويات للدخول المدرسي، ربي يوفق كاع وليداتنا ان شاء الله، وليدات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الحلوى ذوقها بزاف بزاف مميز، تجي بزاف هشيشة سهلة، يعني ما تشدش الوقت وزاكية. شوفوا دائما نفتح لكم انا هنا حبه المصداقيه. نتمنى انكم تجربوا وصفه اليوم، فيها واحد الذوق ولا اروع، راح يبغوها وليداتكم. ونشوف المقادير ومرحله التحضير مع بعض. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي حبه تاع بيض، نديرو كاع المقادير على ضربه واحده وراح تجي النتيجه ولا اروع. هنا نديرو 3 مغارف كبار تاع اكل معمرين، يكونوا بومبين تاع سكر كلاصي. اللي يبغي الحلاوه اكثر ممكن يدير حتى 4 مغارف. هنا كذلك عندي 3 مغارف تاع زيت، وهنا عندي كذلك 2 مغارف تاع اكل نتاع زبده تكون طريه، زبده او مارغرين. كذلك هنا عندي 3 مغارف تاع اكل تاع قفريط، يعني هذه سبقه اختياري، قفريط مرحي. كذلك 3 مغارف نتاع مايزينا. وهنا درت تقريبا واحد المغرف صغيره نتاع قهوه سريعه الذوبان، حليتها في شويه ماء. اللي ما يبغيش القهوه ممكن يعوضها بمغرف تاع كاكاو. كذلك اللي ما متوفرش عنده الكاكاو ممكن اللي يبغي القرفه يدير مغرف صغيره نتاع قرفه، تعطي واحد الذوق ولا اروع. لكم الاختيار، اللي بغى يستغنى عليها يدير لافاني. نخلطوا هنا المقادير، لكن القهوة تعطي واحد الذوق ولا أروع. كذلك اللي بغى عطر الكراميل ممكن يعوضها بالكراميل. نبداو هنا نديرو في الفرينة، يعني غير بشوية، لازم العجينة شوية تكون طرية. ونديرو نصف كيس تاع خميرة الحلويات، بلا ما ننسى ديك الرشة نتاع الملح. ونبدا نلم في العجين كما تلاحظوا بهذا الشكل. لا لازم قلت لكم الفرينه تكون مغربله، ونديروها غير بشويه يعني باش ما تغلبناش. ونبداو نلمو في العجين كما قلت لكم الاختيار. اللي ما يبغيش عطر القهوه يستغنى عليها يدير القرفه. اللي يبغي القرفه، اللي ما تبغيش القرفه دير ديك الملعقه تاع كاكاو. يعني لازم تحصلوا على هذا اللون. شوفوا هنا القوام تاع العجين يكون شويه طري. هنا نديرو هاد ليمول تاع الكيكات. انا دائما هادو يعني ما ندهنهمش. هنا عندي كما لاحظتوا هاد شويه تاع كاوكاو. هي الوصفه تجي بالجوز، اللي عندها الجوز دير، اللي ما عندهاش ممكن دير كاوكاو، عفوا كاوكاو. يعني انا هاد الحفينه تاع كاوكاو فقط. كان الفرن عندي ساخن، لما طفيت عليه يعني غير درتها ما قليتهاش، خليتها غير شويه كما نقولوا تصهدت. وهنا كما تلاحظوا هكا نبداو نديرو حبات في المول ونديرو العجين. يعني انا ما وزنت ما والو، فقط درت عيني ميزاني كما قلت لكم. يعني انا لي مول هادو ما ندهنهمش، نخدم فيهم مباشره ما شاء الله، يعني ما يلصقوش. ديروا بهذه الطريقه. في نفس الوقت يعني انا مسخنه الفرن على 180 درجه. صلوا على الحبيب مصطفى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا اللي دخل اول مره للقناه نقول لها الف مرحبا بك. ما تنساوش فقط الاشتراك في القناه، كذلك ضغطوا على زر، ديروا لايك للفيديو، ديروا مشاركه كذلك للفيديو باش تعم الفائده على الجميع. ونقول لكم الله يحفظكم ليا. كذلك نديروا من الفوق هادو حبيبات تاع الكاوكاو. ما قلت لكم يعني الوصفه الاصليه تجي بالجوز. نكملوا كاع الحلوى بهذه الطريقه. شوفوا هنا لما كملت راح ندخلها للفرن تاخذ داك اللون الذهبي من التحت ومن الفوق، ونشوفوها ان شاء الله. هذه هي الحلوى نتاعنا لما طابت. هنا راهي حاميه بزاف، خلوها تبرد. هنا شوفوا لكم الاختيار، اللي بغات ديرها في العسل تعسلها، لكم الاختيار. اللي مبغاتش انا ما راحش نعسلها، فقط راح نرشها بشويه تاع سكر كلاصي.
أنا اللي يبغي الحلاوة زايدة وبغى يعسلها لكم الاختيار. كما تلاحظوا راح نرشها فقط برشيشة تاع سكر كلاصي. راح نكمل كاع نديمولي الحلوى نتاعي، نخليها شوية تبرد ونرشها بسكر كلاصي وشوفوها في طبق التقديم جاهزة. هذه هي الحلوى نتاعنا، حلوى سهلة اقتصادية جافة مفيهاش مقادير بزاف، تجي بزاف بنينة بنينة واحد الذوق مميز. حضروها لوليداتكم راح تعجبهم بإذن الله، خاصة العشاق ذوق القهوة. واحد الذوق ولا أروع، تجي تذوب في الفم. نتمنى فقط تجربوا وصفة اليوم تكون ناجحة معكم. كانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تجربوها إن شاء الله، وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفة أخرى. سلام.